هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد وراح اسوي وياكم دولمة. شاركتكم بيومياتنا. روتيني اليومي. طبعا هنا راح اسوي للعشاء، فقلت خلي اصور وياكم. صار فترة طويلة كلش ما منزل فيديوهات. شوي عندنا اوضاع وكنت سفر، يعني رحت لأقاربنا مدينة العمارة، ونشرت لكم مقطع هيك صغير يعني من رحنا بالطريق. علين عندنا عرس والحمد لله والشكر رجعنا لبغداد. واليوم قلت خلي أصور وياكم هذا الفيديو. مثل ما شفتوا هنا خليت الخضروات، طبعا البصل، البوتيتة، الكرفس، ثرمتهن. هسه هنا خليت محضرة الطعام، وهنا خليت وياكم أيضا الطماطة. عم راح أسويها محضرة الطعام. ولي هنا لكم مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اشتاقيت لكم كلش كلش هواي، ورجعت وياكم اليوم فيديو جديد، وان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. واذا ما كنتم مشتركين بالقناة وتشاهدون الفيديو اول مرة، اشتركوا بالقناة وخلوا لي لايك وتعليق حلو. ومشتاقة لكم كلش هواي، مشتاقة تعليقاتكم الحلوة. ومثل ما شفتوا طبعا خليت الخضروات غسلتهن، وخليت اللحم ايضا. هنا عندي ربع مثروم، وخليت عندي وياه قليل من الشرح، طبعا ترمته بايدي. وخليت هنا التمن المنقوع نقعته و... ومرته طبعا بايدي تقريبا نص ساعة تركته، ومرته حيل بايدي مثل ما شفتوا من الساعة بالصورة. وهنا الطماطة ايضا خليتها. طبعا سويت لكم الفيديو سريع، ما حبيت اطول وياكم. هنا خليت الملح، وخليت هنا المعجون حسب الرغبة، خاشوقتين او 3 حسب ما انتم تحبونها. وراح نضيف ايضا الكركم. هنا طبعا خليت الليمندوزي او حامض الليمون، الكركم، وايضا ثوم مطحون، وخليت كمون. طبعا هاي خاشوقة مال شاي، الكمون والثوم مطحون والفلفل الاسود. وضفت هنا الكاري، طبعا طلعت النكهة كلش طيبة. هنا ايضا راح اضيف طبعا هذه الاضافة جدا مهمة، دبس الرمان. هاي بدول ما لازم اضيفها. هنا بنات راح نخلط المواد كلها سوا. وبنات ما حبيت اطول وياكم الفيديو على مود لا تملون منه، صورت لكم بس الاشياء المهمة، يعني الشغلات الاساسية، على مود الفيديو ما تملونه وما يصير طويل عليكم. وهنا خلطنا المواد كلها سوا. طبعا خلينا العضود او العوادين مال السلج. وهنا طبعا هذه اكلتي المفضلة انا بالدولمة، البصل اموت عليه طبعا بالدولمة. منو مثلي يحبه يكتب لي التعليقات. وهنا لفيت اوراق السلج وياكم. وهنا خلصنا بنات، مثل ما تشوفون خلصنا الجدر. طبعا عندي بقت اوراق من السلج وخليته فوق بالجدر. من بعد ما لفيت وكملت خليت اللي فوق. هنا راح نخليه وياكم على الغاز او الطباخ. وطبعا ما بدا يغلي هنا ويانا، تخلين قلاص من المي وخاشوقة من معجون الطماطة، وتضيفين التوابل او البهارات اللي انت تحبين. هاي اللي خليناها بالدولمة، او ما تحبين تضيفين فقط ضيفي كوب المي فقط اذا ما تحبين يعني البهارات، لان اكو يعني بعض الاشخاص ما يحبون التوابل بكثرة. وهنا بدأت تفور يعني، طبعا خليتها على نار عالية، ومن شفتها بدا ينشف الموية نصيتها وخليت المهدارة جواها. ولهنا حبايبي خلصنا وياكم طبختنا أكلتنا مع ألف 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 سلامة، وسهمنا وسهمكم العافية.